السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا استاذه دعاء؟ قولي يا حبيبتي سؤالك. معلش ممكن اسال بس فضيله الشيخ سؤالين؟ اتفضلي يا فندم، تحت امرك. لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا وجوزي معانا مبلغ وحاطينه في البنك وبناخد ارباح منه، فهل الارباح دي يعني نطلع منها زكاه او ما ناخدهاش؟ ولا لا يعني احنا بنطلع، يعني هو مساله نطلع زكاه او ما نطلعش زكاه. هو هل المال بلغ النصاب ولا لم يبلغ النصاب؟ الفلوس اللي محطوطه مش الارباح. المال اللي موجود اللي انتوا حاطينه ده يعني بلغ النصاب ولا لا؟ قول لها النصاب قد ايه؟ ما اعرفش، ما هو 85 جرام، ما اعرفش قد ايه 85 جرام من ايوه قول الذهب. لها بيساوي يعني لا، ما يعادل 85 جرام دهب. لا اكتر بكتير من 85 جرام. بس خلاص، واحنا بنيجي اخر السنه يعني نشوف احنا حطينا امتى بلغ النصاب، او المال ده بلغ النصاب امتى، ونعدي سنه ونطلع. لو سنه ميلاديه، لو انا حطيت مثلا يعني الفلوس دي جت عندنا سنه شهر يناير مثلا، فاروح جاي في اخر ديسمبر من كل سنه واروح مطلع اشوف لسه ما يعادل 85، ده يعادل واكتر ما شاء الله، يبقى هطلع بالسنه الميلاديه كده 2.7 2.7. ما عشان الناس للاسف بتتلخبط في مساله السنه الهجريه دي. لا كله بيعمل من رمضان لرمضان. وده غلط يعني لو على من فكره. رمضان لرمضان 2.5%. فاحنا بنطلع ده على اللي هو 2.5%، يعني ال 100,000 عليها 2,500، يعني المليون 25,000 جنيه بنطلعهم للفقراء والمساكين، للاصناف الثمانيه. معلش يا فضيله الشيخ، ليا سؤال تاني معلش. فهمت السؤال الاولاني برضو؟ فهمت الاجابه؟ فهمت. طيب فهمت. قولي بقى السؤال الثاني. انا جوزي يعني هو مقتدر ماليا من بين اخواته، يعني هو ولد وفي ولد كمان والباقي بنات، بس كويس. هو مقتدر ماليا، مش موظف ومش حاجه، هو ليه مشروع ربنا يعني يبارك. دخله كويس الحمد لله يعني. ربنا يبارك يا رب. يا رب. هو طلع مامته وباباه عمر رمضان اللي فات هو لوحده، ما استناش، يعني هم كانوا بيقولوا حد يساعدك، هو ما استناش حد. ربنا يبارك له يا رب، ربنا يبارك له يا رب. هو قال عشان لما اكبر ولادي يعملوا معايا كده. كويس، نية حسنة، جميل. بس في حين ان باباه بياخد معاش، يعني باباه كان وايه يعني ايه المانع؟ ومش ده من باب البر؟ ايه رايك؟ يعني هو قال ان هو عشان لما اكبر في السن الاقي ولادي يعملوا معايا كده. صح. دي نية كويسة، لكن هو بقى حتى لو النية دي مش موجودة، هل ده من باب البر ولا مش من باب البر؟ انت رايك ايه؟ لا من باب البر، يعني هو عمله كده من باب البر والله، مش أكتر. طبعا من باب البر، وربنا يبارك له ان شاء الله باذن الله. وادام اخواته مش مقتدرين، يبدا يعمل ايه بقى؟ بدل ما هم يبصوا له او يبقى في نبره من نزعه من نزعات الحقد، فيجيب زكاه المال بتاعته دي ويوزع على اخواته، يدي لاخواته اللي هم مش مقتدرين دول. الزكاه يعني هو منه لنفسه بيدي كل واحد، مع انه هو يعني هو ما بينهم هم كلهم بسم الله ما شاء الله، يعني اللي موظف، يعني في اللي موظف هو ومراته، لكن ليه اخت جوزها متوفي، هو صلى على دايما واقف النبي، جنبها. صلى على النبي. قد يكون موظف ودخله هو ومراته على بعضهم كده مش مقضي، صح ولا لا؟ الحياه غاليه، وهم الاتنين كده ممكن ياخدوا على بعض كده 10,000 12,000 15,000، ومصاريفهم الخارج اكتر من الداخل، يبقوا فقراء ولا مش فقراء؟ يبقوا فقراء. فانا اروح جاي كده واروح مديهم حتى جزء من المال واقول لهم اتفضلوا. ما هو برضه يا فضيله الشيخ، يعني هو ما هوش غني الغناء الفاحش، هو مش انا ماليش علاقه بالغناء. بص يا اختي الكريم، انا دلوقتي عليا زكاه مال، مثلا معايا نص مليون جنيه، كويس؟ مثلا فالنص مليون دول 12,500. ال 12,500 هعمل بهم ايه؟ انا عندي 3 اخوات، على الاقل هدي لكل اخ 1000. يبقى انا عملت ايه؟ روح يا اخويا ربنا يبارك لك، وادام هم على قد حالهم، والباقي بطلع على الفقراء والمساكين. طب اديت 2000 لكل اخ، ادي 6000 لو هم 3 يعني، والباقي ال6.5 بوزعهم على الناس المساكين والفقراء. انا ماليش علاقه، هو غنى، هو المهم بلغ النصاب فبيطلع عليه زكاه. هيودي الفلوس فين؟ امل، هو انت سؤالك ايه يا حبيبتي؟ انا سؤالي، هو ليه اخت جوزها متوفي، فهو دايما واقف معاها يعني مع بنتها. انا احيانا لاني يعني معلش انا انسان برضو، وبقول له عشان انا ليا ولدين صغيرين لسه، يعني 2 او 1.5 سنة وسنتين، يعني الاثنين صغيرين، فانا بقول له بالراحه في المصاريف شويه، عشان احنا قدام محدش عارف الزمن هيحصل فيه ايه. يعني وفي حين ان والله العظيم ما بكذب على حد، ان هو بيعمل معاهم كل، يعني انا بقول هو بيعمل معاهم كل حاجه كويسه، بل بالعكس هم بيردوا
يعني انا بسمع الكلام من ظهره يعني قدامي، يعني هم مش بيقولوا في وشه، بلاقي الكلام مش كويس. طب ليه؟ ده هو الحنون الوحيد اللي في يعني اللي بيحن عليكم. طب بصي يا امل، اي صدقه بتتعمل ربنا بيردها اضعاف اضعاف. انت بتفكري من وجهه نظرك كأم عايزه تأمني ولادك، بس انت بتقولي هو شايل المبلغ في البنك ومين قال لها ان هو ده من باب الصدقه؟ يمكن من باب الزكاه، ما يمكن هو مقسم فلوس الزكوات دي كل شهر، يعني اعتبرها صدقه. انا عاوز اقول لها حاجه. انت الحمد لله في اول كلامك قلت بفضل الله النصاب اكتر من 85 بكتير. كلمه كتير دي ممكن تكون هي السبب، الصدقه هي السبب في الكتير ده. يعني انا طول ما انا واقف جنب اختي مع اخواتي اللي هم المحتاجين، اهلا وسهلا بديهم، طبعا مش معنى كده ان انا اضيع مالي، لا طبعا انا ما بنقولش ده، لكن بأمن ولاده. انا طبعا بأمن ولادي، ما ده النبي اللي قال الكلام ده. افضل حاجه دينار انفقته على نفسك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على اهلك، فانا ما ضيعش اهلي. هو النبي قال وابدا بمن تعول يعني. لكن ادام بيتصدق والدنيا ربنا مبارك، ما تقوليش لا بلاش وكفايه، لا انا بقول لك سيبيه، ولعل وعسى يمكن ده من فلوس الزكوات. عاوزه تساليه اساليه، شايفه الدنيا حلوه وقدامكم وربنا مبارك، ساعديه على كده. لكن في نفس الوقت اولادنا برضو محتاجين، ممكن نحط لهم حاجه في البنك، ممكن نعمل لهم حاجه، وربنا يصلح ما بينكم يا رب.